انا عارف انت متعصب ازاي. انا عارف انت متضايق من جواك دلوقتي ازاي. انا عارف ان انت ما انتش عارف اذا كان الاهلي التقصير من ناحية الادارة ولا من ناحية مين. هو انت شايف ان الادارة هي السبب، والدليل ان مفيش مهاجم لحد دلوقتي في الفريق، ورغم ان الفريق بيقول يا ناس محتاجين مهاجم. مصر كلها عارفة ان احنا محتاجين مهاجم. الوطن العربي كله عارف ان النادي الاهلي محتاج مهاجم، ومهاجم سوبر كمان، عشان اللي عنده ضعاف جدا. ده اللي احنا شايفينه، ده احنا كجماهير. طب لكن ايه الحقيقة بقى؟ الحقيقة والله ان النادي الاهلي كان فيه 3 لعيبة، اولهم يعقوبو، وكمان كان فيه 2 مع يعقوبو اتعرضوا على كولر. وكولر يعني هم دول اللعيبه اللي كولر اختار منهم خلاص، يعني كانوا حوالي 12 لاعب، وكولر صفى ال3 دول واختار منهم يعقوبو. تمام كده. صفقه يعقوبو بعد ما فشلت، او بعد ما قدرش ان هو يجتاز الكشف الطبي اللي عمله له اداره النادي الاهلي او الجهاز الطبي في النادي الاهلي، فخلاص صفقه يعقوبو خلصت. الراجل مستني يقول رأيه في واحد من الاتنين الباقيين. هم تطرقوا، هم كانوا 3، فراح خلاص الراجل دلوقتي كولر بيشوف واحد من الاتنين. الفكرة ان كولر زي ما قلنا، كولر بيقعد يتفرج على ماتشات كتير وماتشات متتالية للعيبة. انت ازاي ما عندكش بروفايل كامل ل 10 15 لاعب؟ انت النادي الاهلي هو انت نادي قليل اساسا؟ انت اكبر نادي في افريقيا. لما اكبر نادي في افريقيا يحب يقول انا عايز لعيب، فالمفروض الطبيعي ان في خلال يوم يومين الموضوع يكون خلصان. لكن التأخير والمماطلة ده انا مش عارف ايه السبب. انت النهاردة 16 يناير، باقي على فترة الانتقالات دي ما تتقفل باقي تقريبا كام يوم. فانت لحد دلوقتي ما عملتش حاجة، وبتلعب في الدوري والجماهير محروق دمها، وانت ولا انت هنا. كولر كده خلاص بالنسبة لموضوع المهاجم، فهو في آخر حاجة في الرطوش الأخيرة. بمعنى إن الراجل خلاص قال اللاعب، والنادي الأهلي كلموا النادي بتاعه، وفي تكتم تام على المهاجم ده بالذات. هو مهاجم سوبر، مهاجم أفريقي، بيلعب في أوروبا. ده اللي وصلت له، ان هو مهاجم افريقي وبيلعب في اوروبا. وخلي بالك مش دي الصفقة الوحيدة، خلي بالك ده هم صفقتين. في صفقتين الاهلي بيخلص فيهم المهاجم ده، وفي جناح هيجي تحت السن زي كريستو كده. بس كريستو ده كان مواليد 2003، انت هتشوف لك واحد مواليد 2001. ده اللي هيحصل، وده اللي بيحصل دلوقتي بالنسبة للنادي الاهلي وبالنسبة لصفقات النادي الاهلي. طيب عمر كمال عبد الواحد، الراجل ده ايه يعني؟ ايه النهاية بتاعته؟ نادي فيوتشر هو اللي عنده المشكلة. طب اللاعب اللي كان ماضي رغبة لنادي الزمالك، واللاعب اللي اتصور بتشيرت نادي الزمالك، احب اقول لك ان هو كان حاطط الكلام ده على الانستجرام. واول ما النادي الاهلي دخل في الموضوع، وعشان هو خلفيته اهلاوية، هو اهلاوي وعيلته اهلاوية، وابوه كان راجل شغال في النادي الاهلي. فالمهم اللي حصل ان عمر كمال عبد الواحد شال الصور اللي كانت بتيشيرت نادي الزمالك دي من على الانستجرام، وابدى ان هو اهلاوي يعني. فاهلاويته من عدمها، فده ثبت اول ما النادي الاهلي دخل في الصفقه، واول ما النادي الاهلي اتكلم اللاعب ابدى رغبته للنادي الاهلي، والموضوع في ايد فيوتشر. ولكن زي ما قلت قبل كده ان فيوتشر مش هتفرط في عمر كمال عبد الواحد. طب الصور، انت شفت الصور اللي كانت في التتش وعمر كمال؟ ايوه ماشي، هعمل ايه يعني؟ شفت الصور اللي كانت في التتش. طب وبعدين؟ اللاعب لاعب لنادي فيوتشر، ما بيلعبش في النادي الاهلي. ممكن يجي الاهلي، ممكن يجي الاهلي، ولكن بعد ضغط كبير، بس نادي فيوتشر مش راضي يفرط فيه. ممكن نشوفه في الصيف، ممكن ما نشوفوش دلوقتي. طيب ده بالنسبه لعمر كمال عبد الواحد. انت هتقول لي بالنسبه بقى لموليكا يا سيدي. موليكا كل اللي حصل من اداره النادي الاهلي ان النادي الاهلي ما كانش مهتم. بس لا، النادي الاهلي فعلا كلم اداره نادي بشكتاش، احنا عايزين موليكا والله للبيع. لا مش للبيع، شكرا سلام عليكم. او هو للبيع والله بس ب 8 مليون، ب 8 مليون دولار. النادي الاهلي طبعا مش مسموح بالارقام دي، شكرا سلام عليكم. ده كل اللي حصل في موضوع موليكا. ولكن الاخبار وانفراد وحصري وبصري وكل ده كلام في الفاضي. تمام، ده بالنسبه لموضوع موليكا. طب النادي الاهلي خلص صفقاته على كده؟ يعني هو النادي الاهلي الجناح، والجناح اللي هو اللي تحت السن، والمهاجم اللي انا بقول لك خلص خلاص وكده خلاص. هل النادي الاهلي كده خلاص خلص؟ بنسبه كبيره هقول لك بنسبه كبيره النادي الاهلي كده خلاص خلص. طب احنا هنلعب كاس العالم بالمستوى ده؟ بالمستوى اللي احنا بنشوفه ده؟
بجودة اللعيبة دي؟ الحقيقة بقى السؤال ده لازم يجاوب عليه مارسيل كولر. مارسيل كولر الراجل طلع وقال انا بشوف اللعيبة دي، جودة اللعيبة دي في التمارين اعلى بكتير قوي من جودتهم في الملعب. يعني الراجل بيشوف في التدريبات حمادة، واللي في المباريات حمادة تاني خالص. والله دي مش مشكلتنا احنا، دي مشكلتك انت ومشكلة اللعيبة اللي معاك، فانت لازم تحلها معاهم بأي شكل كان من الاشكال. انا افتكر ان فايلر لما كان جاي او موسيماني لما كان جاي، كان كل واحد جاي عنده طموح ان هو هيعمل حاجة. فانا مش عايز مارسيل كولر الطموح ده يكون عنده اقل من اي مدير فني جه النادي الاهلي. وما تنساش ان اللعيبه دي في لعيبه منهم كتير خدوا بطولات، وزي ما قلنا اللي يشبع يركن. النادي الاهلي عمره ما يشبع، وانت لو ما اديتش في الملعب فصدقني احنا مش هنسمي عليك. وبالنسبه بقى لكلمه مش هنسمي عليك، عندنا واحد زي شادي حسين. اللاعب ده يعني هو جه النادي الاهلي وكان صفقه جايه، صفقه كويسه، لعيب جاي بمجهوده بقدراته بمستواه مش باهلاويته بس. عارفين ان هو ابن التالتة شمال، وكل الجماهير عارفه ان هو ابن التالتة شمال واتحبس عشان الاهلي وبيفرح مع الجمهور وبيروح الماتشات على طول ومش عارف ايه. بس ده لا يشفع ان هو مستواه سيء الفتره دي. تمام انا معاك، بس برضه في نفس الوقت انا ما اقبلش ان انت تطلع او غيرك يطلع او اي حد كان يطلع كل شويه يتريق على شادي حسين ويقول لك ادى ابن الاهلي ادى مش عارف ايه. عارف ان انت هتقول لي ما شفناش ماتش في سيراميكا ولا شفنا ماتش له وهو مثلا بيحتفل بشعار الاهلي ولا حاجه. الراجل باعد القصه دي عن دي تماما. ده شغلي وانا شايف شغلي. بمر بظروف صعبه، المفروض الجمهور يساندني، او المفروض الجمهور ينتقدني انتقاد بناء يساعدني ان انا ابقى تمام. لكن بالنسبه مثلا لمحمد شريف، محمد شريف يا ماله غلطات، ده جماهير الاهلي كفرانه طالع عينها منه. بس هنعمل ايه؟ لازم نلاقي حل، والحل ان انت يا شريف يا هتبقى الدنيا معاك تمام، وده احنا مش شايفينه وما شفناهوش وبقالنا كتير قوي مش شايفينه، وهو الراجل اللي اكتشف الكلام ده كارلوس كيروش من زمان قوي. تمام، عشان هو عنده فيجن تانية غير اللي احنا بنشوف بيها مش عارف. المهم يعني ان محمد شريف انا وجهة نظري الراجل ده يطلع اعارة عشان يستعيد مستواه تاني، يبعد عن الضغوطات وضغوطات النادي الاهلي وجو الاضواء، يبعد عنه شوية يمكن مستواه يتحسن ويرجع تاني. لكن شادي حسين انا زي ما بيقولوا كده ايه، شغال فيه تقطيع تقطيع تقطيع، والراجل لسه يعني في سلبيات، في سلبيات، ولكن مش بالدرجه ان انت ماسك لي اللاعب بعد كل مباراه تقطيع تقطيع والراجل ما بيتكلمش ما بينطقش، لا قال حاجه للجمهور ولا قال حاجه لاي حد وبيسكت وخلاص. فاحنا مش عايزين بس حته ايه المزايده والضغط قوي على اللعيب اللي يستاهل اضغط عليه ما عنديش مشكله، ولكن ما تهدوش. طول ما التحكيم بتاعنا ماشي بلغه اللي هو احنا عندنا بروتوكول الاحتواء، فاحنا مش والله عمرنا ما هنكمل، عمرنا ما هنشوف مثلا حكامنا في كاس العالم. ده مستحيل يحصل. ليه؟ طول ما احنا عندنا روح البروتوكول وسر الاحتواء والكلام الفاضي الفارغ اللي يعني لا بيقدم ولا بيأخر لا هو بيأخر بس هو ما بيقدمش، فاحنا عمرنا ما هنتقدم خطوه. وطول ما الكابتن عصام عبد الفتاح عامل مؤامرات على كلاتنبرج ان احنا نمشي كلاتنبرج على امل ان الكابتن عصام عبد الفتاح يرجع هو فيمسك تاني التحكيم في مصر اللي هو اساسا ماسكه بقاله 5-6 سنين وما شفناش منه اي حاجه، فبرضه ده فشل. احنا بنمشي من فشل لفشل تاني عارف انت الفشل عندنا مركب، يعني بنشيل الحته دي نحط الحته دي، وده فشل برضه وده فشل. فما تساعدونا يا جماعه. فين اتحاد الكوره من الناس دي؟ اتحاد الكوره طبعا نايم في العسل زي ما احنا عارفين. فبس الناس زهقت، الناس خلاص احنا اي ماتش عايزين له حكام فعلا، حكام اجانب، لان الحكام اللي عندنا احنا شايفين ان هم مش مؤهلين لكده. ده بالنسبه للحكام. اخر حاجه بس في النادي الاهلي ياسر ابراهيم، طبعا احنا عارفين ان ياسر ابراهيم عنده شد وممكن ما يلحقش المباراتين القادمتين. نفس الكلام متولي مش هيكون متواجد برضه عشان الانذار اللي واخده، فممكن الاستعانه برضه هتبقى برامي ربيعه. واما نشوف بقى محمد عبد المنعم، مارسيل كولر بيجهز 4 لعيبه للقمه.
طبعا احنا عارفين ان المباراة الجاية هتبقى مع سموحة في الكاس، ويوم 21 يناير هتبقى مباراة القمة بين الاهلي والزمالك. مارسيل كولر بيجهز طاهر وبيجهز كريستو وبيجهز بيرسي تاو وبيجهز خالد عبد الفتاح. اللعيبه دي انت ممكن تشوفها، واعتقد بنسبه كبيره قوي هتشوفها اكيد في مباراه القمه. فالراجل ده بيجهزهم. ومارسيل كولر طلب من اداره النادي الاهلي ان هو يبقى في معسكر مغلق قبل المباراه ب 48 ساعه، وهنشوف اعتقد مباراه صعبه شويه. لان بص، النادي الاهلي لما نادي الزمالك يديله هديه فالنادي الاهلي يرفضها. نفس الكلام لو النادي الاهلي تعثر ما يستغلهاش نادي الزمالك. فاعتقد ان هم عشان التقارب اللي بينهم ده، واحنا كان النادي الاهلي كان المفروض يريح الدنيا كلها لو فاز على نادي المصري، وهيبقى عنده كمان مباراة الزمالك، فيبقى فرق كده لو كسبهم يعني هيبقى فرق ب10 نقاط، يبقى كده خلاص الدوري خلص وارتحت وريحت وخلصت خالص. لكن دلوقتي لسه الدوري في الملعب ولسه في حكايات كتير ما خلصتش سواء بين الاهلي او سواء من الزمالك. ولكني اتمنى ان هو يكون ممتع، واتوقع ان النتيجه اكيد طبعا النادي الاهلي يكسب. اتمنى ده ان شاء الله، واتمنى مفيش اي مفاجآت تحصل الفتره الجايه عشان نكون نفسيتنا كويسه لكأس العالم. ولما اتكلم على كأس العالم فحابب بقى اقول لك حاجه حلوه بقى بدل الاخبار اللي هي ايه يعني ما فيهاش حلو كتير دي. الخبر الحلو ان انت عندك هتلعب كأس العالم للأندية، وانت عشان نادي كبير ونادي اسمك دايما في العالمية، فاحنا هنلعب الاول مع مين؟ مع اوكلاند سيتي. كسبنا وربنا نصرنا هنلعب مع الفريق الامريكي. كسبنا وربنا نصرنا هنلاعب مين في نص نهائي كأس العالم؟ هتلاعب البطل، هتلاعب ريال مدريد، هتلاعب اعظم فريق في العالم، هنلاعب بابا الشغلانة وعمها، هنلاعب اعظم فريق في العالم بألقابه بإنجازاته، نادي قرن زي ما انت نادي قرن. فأعتقد ان النادي الأهلي بس لو وصل ان هو يلاعب ريال مدريد احنا مش محتاجين حاجة تاني. طبعا ما تنساش ان دي كانت النادي الأهلي لاعب ريال مدريد زمان، ولكن دي كانت مباراة ودية، والنادي الأهلي بالمناسبة كسب 1-0. بس اللي انا عايز اقوله لك ان دي هتبقى اول مباراة يلعب فيها النادي الأهلي مع نادي ريال مدريد، وتكون رسمية، وهتبقى في نص نهائي كأس العالم. طب ولو الأهلي خسر هيلعب مركز ثالث ورابع لا قدر الله، هيلعب مع مين؟ هقول لك مش بعيد يتكرر سيناريو الهلال تاني ونلاعب الهلال السعودي تاني، لأن الطريق بتاع الهلال السعودي هيقابل فيه الوداد المغربي. ونروح بقى سريعا لأخبار نادي الزمالك. بالنسبة لأخبار نادي الزمالك، مرتضى منصور يطلع يقول كلام زي اللي هو بيقوله كده، اللي احنا عارفين الخبط والرزع اللي بيرزعه ده، الهبد اللي بيقوله. بقول لك انا عايز محمود كهربا، لو محمود كهربا يطلع يقول بس ان مين اللي حرضه او مين يطلع في يعني يعتذر وانا قسط له المبلغ المالي، يطلع يعتذر ويقول مين السبب، اللي هو يعني من الاخر هو عايز يحك في الخطيب وخلاص، هو عايز يحك في الخطيب باي شكل، وده احنا عارفينه. فهو عايز بس ان كهربا يطلع يقول طبعا في تسجيلات فيديو عشان ينزلها على اي حاجه، يوتيوب بقى، اي فيسبوك، ايا كان المنصه اللي هو عايز يخاطبها، وان كهربا يطلع بس ويقول ايه، يقول ان انا غلطان يا معالي المستشار، وان الغلطه دي كانت بتحريض من اداره النادي الاهلي وبتحريض من الكابتن محمود الخطيب، وده طبعا مستحيل يحصل. ففي الحاله دي هيتكرم على كهربا وان هو يخلي الغرامه بتاعته تتقسط وهتبقى على دفعات. كلام فاضي، كلام ملناش دعوه بيه، ده بس اللي حصل. لكن سيب لي ده بقى على جنب كده، وتعالى كده اعرني انتباهك. تعالى اقول لك لعيبه الزمالك، اول واحد شلبي، تاني واحد عبد الله جمعه، تالت واحد صبحي. خير يابا، انت في مشاكل معاك؟ كل واحد فيكم رايح لي يعمل لي ليزر، جلسات ليزر، هير ريموفر. عيب في ظل الظروف اللي النادي بيمر بيها، عيب في وجود النتائج اللي انا شايف انها مش راضيه جماهير نادي الزمالك ولا راضيه اي حد بينتمي لنادي الزمالك. فان انت ما تحسش بالمسؤوليه، فاقلع التيشيرت وغور.
اللي انت فيه دلوقتي ان انت بالك رايق ومزاجك فل، وانت هتلاعب بيراميدز في الكاس، ولو خسرت هتطلع بره الكاس، وهتلاعب بعديها المباراة اللي بعديها هتلاعب الاهلي. فانت مش ده، انت في البلالة، انت مفيش مسؤولية اساسا. انت كده مفيش مسؤولية، ما انتش عامل اعتبار حتى لا الجمهور ولا لاي حد. مش عايز اقول لك حاجة وحشة قوي، يعني ان اللعيبة ما هيش عارفة قيمة التيشيرت اللي هي لابساه، وان هم بيلعبوا في نادي كبير زي نادي الزمالك. واعتقد ان مرتضى منصور مش هيسمع عليك، واكيد يعني هيدي الواحدة التمام عشان تفوقوا، لان انتوا محتاجين كده، انتوا محتاجين تتعاملوا بالطريقة دي. اخر خبر، جوني بوكا يقترب من نادي الزمالك وفي الرتوش الاخيرة، وده صحيح 100%، واكد الكلام ده طبعا احمد سامي. والكلام ده بقى مرتضى منصور تواصل مع ابو العينين ان هم يخلصوا صفقة جوني بوكا، ولكن سرا. نادي سيراميكا كليوباترا طالب 25 مليون جنيه كاش، عايزين الفلوس تيجي كاش، لكن ان هم بقى الفلوس تتقسط ومش عارف ايه، فده مش هينفع مع الزمالك، ومش هينفع مع مرتضى منصور، ومش هينفع مع الاحداث اللي بتحصل مع نادي الزمالك. نادي سيراميكا كليوباترا عايز يضمن فلوسه الاول، فنادي الزمالك عايز يوصل لانه يخلص الموضوع على 20 مليون، يدفع 20 دلوقتي، يدفع 10 دلوقتي، ويدفع 10 بعدين. وخلي بالك ما تنساش ان خزينة نادي الزمالك هيجي لها برضو شوية دولارات بعد ما نادي الزمالك قرر اعارة اللاعب يوسف اوباما لنادي الحزم السعودي، واعتقد صفقة ب 700 ألف دولار او 600 ألف دولار، فبرضه هيدخلوا فلوس كويسة للنادي، وهيساعدوا برضه شوية في الصفقات يعني. ده اذا نادي الزمالك هيبقى عنده صفقات غير جون ايبوكا، يعني انا بتكلم على صفقات اجنبية. طيب، فده اللي عايزه نادي الزمالك في الوقت الحالي. بالنسبة بقى لأوباما، لعيب محترم، لعيب عمل كتير لنادي الزمالك. اعتقد ان جماهير نادي الزمالك هتقدر حاجة، يعني هتقدر اللعيب ده، وهتفضل دايما ممتنية له، ودايما يبقى الباب مفتوح له. هو لعيب ادى لنادي الزمالك كتير، واتمنى له التوفيق مع الحزم السعودي، والاعارة بنية البيع، اعارة 6 شهور بنية البيع بحوالي 600 ألف دولار، هيفيدوا نادي الزمالك في الفترة الجاية. وقبل ما اختم معاك، انا اسف على التأخير، ان انا ما بنزلش بقالي 3 ايام فيديو، ولكن لظروف قهرية جدا، فاتمنى بس من الله السلامة، وان انت تدعمني دايما زي ما انت متعود ان انت بتدعمني، وزي ما انت معودني على دعمك يا صديقي. فما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتصلي على النبي، واشوفك في حلقة جديدة بكرة ان شاء الله، والسلام عليكم.